في جملة عظيمة قريتها تحفة جميلة، بتقول ايه الجملة دي؟ مش معنى ان انا مش عايز اخسرك ان انا مش قادر اخسرك، انا اللي مش عايز مش عارف. وفي فرق يا جماعة، احنا الخسائر التي لا تعوض. ثقافة لوي الدراع في ان انت طول الوقت تبقى مهدد في العلاقة دي حاجة بشعة جدا، دي من اسوأ انواع المعاملات الانسانية اللي في الدنيا، ممكن ما تصنفش من المعاملات الانسانية. مش معنى ان انا مش عايز اخسرك ان انا ما عنديش القدرة ان انا اخليك تدفعني ان انت تخسرني، لا، هو معناه ان انا باقي، انا جاي لك بمزاجي على فكرة. يعني الشخص اللي دايما طول الوقت مهدد انه انت هتخسر، انت بص انا عملت معاك، انت بص انت مش هتلاقيني تاني، انا لو بعدت مش هتشوفني تاني، ويفضل طول الوقت مهدد. بأمارة ايه بيبقى مهدد؟ ده جاي لك بمزاجه. يا جماعه احنا بنروح بمزاجنا، يعني احنا داخلين علاقه واحنا باقيين عليكم عشان احنا بنحبكم، فاحنا باقيين عليكم. هو احنا لازم ندفع ثمن المحبه قساوه؟ هو احنا لازم ندفع ثمن المحبه غباء؟ هو احنا لازم ندفع ثمن المحبه اذلال وتذلل ومحايلات ووجع قلب؟ ليه الموضوع ما يبقاش سهل؟ ليه العلاقه ما تبقاش مريحه؟ ليه اي علاقه في الدنيا يبقى محكوم عليها بالالام والاسى والذل والتعب والجهد والمعافره والكفاح والزق، وتفضل تزق في العلاقه والدنيا واقفه تماما واللي قدامك حجر ما بيحسش؟ مش معنى ان انا مش عايز اخسرك يبقى انا مش عارف اخد قرار في علاقتي بيك، او ان انا عاجز ان انا اقول لك همشي. لا، الناس اللي بتحس ان هي فعلا مهدده طول الوقت او هي مش عايزه تخسرك، على فكره هو ممكن يجي عليه وقت بثقافه لوي الدراع دي ان هو يكسر دراع نفسه بنفسه، ان هو يقول لك بس خلاص ستوب، انا تعبت جدا، انا هوجع نفسي بالبعد واربيك بالفقد، ولا انك انت اللي تربيني ولا انك انت اللي توجعني، انا اقبل على نفس الالم وانت ما تقلبنيش. وخلي بالك ان طول الوقت مش كل الناس اللي احنا بنبقى ماسكين ايديهم ومش عايزين نسيب ايديهم هم كمان بيبقوا مش عايزين يسيبوا ايدينا، او هم ماسكين فينا جامد. ساعات ده بيبقى شعور بالانعكاس ولا ليس له صحة من الاساس. يعني جايز انت بتبقى عشان انت يعني ولهان وهيمان وبتحب وحاسس ان هو ماسك فيك زي ما انت ماسك فيه، لا 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 خالص، مش كده. ممكن يبقى انعكاس شعورك انت، ده امنياتك انت، ده احساسك انت اللي عملت الهالة دي، انت اللي كونت القصة دي في خيالك، ده خيالك انت مش بتاعته. فأرجوكوا محدش يضمن حد ومحدش يراهن على بقاء حد، ما فيش شيء باقي، وكلنا بنتغير والنفوس بتتغير، لكن دايما حط في اعتبارك انك انت الخسائر، مش هو اللي هو انت اصلا، انت ممكن تكون انت اللي خسارة فيه على فكرة. يعني وقوفك وان انت تسند وان انت تبقى موجود وان انت تبقى حاضر وان انت تبقى محافظ وباقي، هو ده نجاحك الوحيد، وهو ده دليلك الوحيد على انك واحد ابن اصول. فمش معناه ان احنا ممكن ناخد بالقلم طول الوقت وان احنا نتوجع طول الوقت، لا، انت الخسائر التي لا تعوض. محدش يدفعك ابدا غير ان انت اللي تتخسر، ما تخسرش. احنا بنتخسر ما بنخسرش، بس منتهية، هي معادلة كده.